بعد اطلاع على المادة 381 فقرتين من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية بالنسبة للمتهمة الأولى كريمة جمعة عبد الباقي رشدان إلى فضيلة المفتي الديار المصرية لإبداء رأيه الشرعي، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو 2022 نطق الحكم. يوم الثلاث 12 أكتوبر 2021 في محافظة الفيوم وتحديداً بمدينة طمية، شخص طلع على مركز شرطة طمية يبلغ إن والدته المسنة اللي عمرها 85 سنة مختفية من امبارح، وإنهم في محاولة عثورهم عليها لقوا كاميرا مراقبة جايباها وهي بتدخل بيت وما خرجتش منه، واللي اكتشفوه بعدها كانت حاجة بشعة جداً. قضية النهاردة حصلت في شارع الجبل بمدينة طمية في محافظة الفيوم في مصر، والضحية امرأة مسنة اسمها خضرة محمود أحمد الصواف. خضرة الصواف هي سيدة مسنة من مواليد 1937، وفي وقت أحداث قضيتنا كان عندها 85 سنة. بتتكون عائلة خضرة الصواف من 8 أفراد، هي وزوجها و3 أولاد وأساميهم محمد وسيد وأحمد و3 بنات. زوج خضرة وأبو أولادها اتوفى من حوالي 12 سنة، وهي كانت عايشة شوية مع ابنها سيد وشوية مع بنت من بناتها واسمها سامية، واللي كانت مقيمة في نفس المنطقة. كانت الحاجة خضرة بتتاجر في الزبدة والجبنة واللبن والبيض وبتبيعهم من بيتها، والناس كانوا عارفينها وبيجوا يشتروا منها، وما كانش ليها أي عداوات مع حد، والكل كان بيحبها وكانت معروفة بعمل الخير. وفي صباح يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، وعلى حسب كلام ابنها سيد، كانت زوجته حامل وأنجبت في الليلة دي، وكانت الساعة حوالي 2 بالليل. بعدها أولاده الصغيرين راحوا صحوا جدتهم خضرة وقالوا لها يا ستي أمي ولدت بنت صغيرة، تعالي شوفيها وشيليها. فقامت الحاجة خضرة وشالت البنت الصغيرة على حجرها شوية وقعدت تقرأ لها قرآن، وبعدها ابنها سيد قال لها ادخلي نامي وارتاحي شوية، فدخلت ريحت حوالي ساعة كده. ولما النهار طلع جت أخته سامية حوالي الساعة 7 الصبح وأخدت والدتها ومشيت على السوق اللي هو سوق طامية، وهي عادة بتروح تجيب منه الجبنة والزبدة واللبن وبتبيعه من البيت زي ما قلنا. بعد ما الحاجة خضرة وسامية رجعوا من السوق، بدأت سامية إنها تنزل الحاجات اللي جابوها من على التوك توك ودخلتها على البيت، والحاجة خضرة وقتها استنت في نفس التوك توك اللي جابهم وكانت عايزة تمشي. فسامية قالت لها تعالي معايا يا أمي هفطرك وارجعي تاني، وفعلا خضرة راحت معاها علشان يفطروا مع بعض. بعد فترة ابنها سيد فضل قاعد لحد الظهر وقال هينام شوية هيقيل يعني، وكان مطمن إن والدته عند أخته عشان أخته عادة بتاخدها تعشيها أو بتروح عند باقي إخواته كمان. المهم بعد صلاة العشاء كده سيد لقى ابنه عبد الله اللي عمره 10 سنين بيصحيه وبيقول له يا بابا قوم اتصل على عمتي سامية علشان ستي اتأخرت عندها، وشوفها هي ما جاتش ليه لحد دلوقتي، علشان بيصعب على ستي لما انت ما بتتصلش عليها. فراح سيد وقام واتصل بأخته فبيقول لها يا سامية أمك عندك؟ فردت سامية وقالت له أمي مشيت من بدري، ده حتى فطرت وما قعدتش. فراح اتصل بمحمد أخوه على أساس إن والدته ممكن تكون عنده، فرد محمد وقال له لا هي ما جاتش النهاردة خالص، ده حتى أنا كنت في القاهرة بكشف على مراتي ولسه راجع البيت، وكان وقتها محمد نايم تعبان. وهنا سيد اتصل على أخوه الثالث أحمد وسأله، ورد أحمد وقال له لا أمي ما جاتش عندي النهاردة خالص. فبدأ سيد يقلق ويدور على والدته ويسأل الناس عنها وهل شافوها ولا لا. وهنا إخوات سيد وولاد عمه هم كمان عرفوا إن والدته مفقودة وجم كلهم، والكل كان بيدور عليها في كل مكان، وسألوا عليها الجيران، وحتى الجيران كمان كانوا بيدوروا معاهم ولكن ما كانش فيه أي فايدة. بعدها في واحد من ولاد عمه واسمه جمعة قال له طيب يا سيد ما تيجي نتابع الكاميرات من عند بيت أختك لحد البيت عندك، جايز مثلا يكون حد خطفها في توك توك أو اتلخبطت ومشيت في اتجاه تاني أو تعبت أو أي حاجة حصلت. فرد سيد وقال والله كل شيء جايز، وبدأوا فعلا يتابعوا الكاميرات. المهم إن أول كاميرا كانت عند بيت أخته سامية في محل بقالة، فطلبوا من صاحب البقالة دي إن يوريهم الكاميرات لأنهم مش لاقيين والدتهم، وفعلا صاحب المحل وافق وقعدوا كلهم يشوفوا تسجيلات الكاميرا في الميعاد اللي سامية قالت عليه إن والدتها مشيت من عندها. وهنا شافوا الحاجة خضرة وهي ماشية فعلا في اتجاه بيت سيد. وتاني كاميرا للمحل جابتها عند شارع معين، وجنب الشارع ده كان فيه بيوت بس ما كانش واضح برضو هي دخلت في الشارع ده ولا إيه اللي حصل.
ففي ورشة خشب فيها كاميرات قريبة من المكان اللي هي دخلت فيه، فقالوا الكاميرات دي هي اللي هتوضح هي دخلت الشارع ده ولا راحت فين بالظبط. والكلام ده كان حوالي الساعة 1 بالليل. وطبعا جابوا رقم مالك الورشة دي، وسيد اتصل بصاحب الورشة واسمه عماد، فقال له يا أستاذ عماد لو سمحت عمل إنساني، والدتي جت لحد الورشة بتاعتكم والكاميرا اللي بعيد ما جابتهاش، فبعد إذنكم تعالى راجع لنا الكاميرات علشان نعرف هي راحت فين. فرد الأستاذ عماد وقال له إن المفاتيح مع والده واللي اسمه الحاج حمدي، وإن الحاج حمدي مسافر حاليا. فسيد طلب منه رقم تليفون والده الحاج حمدي، وفعلا سيد اتصل بيه وقال له أنا كلمت ابنك وأمي مختفية من قبل الظهر بساعة، فعايزين نطمن على أمي هي راحت فين بالظبط، وهي ست كبيرة وعايزين بس نطمن. فرد الحاج حمدي وقال له والله المفاتيح مع عماد. فرد سيد وقال له أنا قفلت مع عماد ابنك وكلمته وقال لي إن المفاتيح معاك أنت. فراح الحاج حمدي مدخله في مكالمة مع واحد وقال له إن المفاتيح في العزيزية، ودي قرية في الفيوم، وده واحد شغال عندهم في الورشة، يعني من الآخر إن المفاتيح في بلد تانية. وكل ما الوقت بيتأخر كل ما قلق سيد كان بيزيد، وقال إنه ممكن تكون عربية خبطت والدته مثلا. فقرر إنه يروح على المستشفيات ويسأل، اللي هي مستشفى طمية ومستشفى سنورس، ودوروا عليها هناك في الدفاتر وملقوش أي حاجة. وفضل سيد يدور ويلف كتير جدا ويرجع لنفس المكان اللي آخر كاميرا جابت والدته فيه تاني، وكان بيقول أنا حاسس إن أمي ما طلعتش من المنطقة دي، وكان حاسس إنها دخلت بيت من البيوت اللي عند الشارع ده، علشان كمان هو سأل عليها في الشارع ده وقالوا له إنها ما عدتش من هنا، لكنه يعني هو ما كانش متأكد، كان مجرد إحساس بس. ففضل قاعد قدام الورشة اللي عندها الكاميرا اللي كان عايز يراجعها، وولاد عمه كلهم كانوا معاه. فبدأ يتصل بالحاج حمدي تاني بس محدش رد عليه، فاضطر إنه يستنى للصبح علشان يشوف الكاميرا اللي عند الورشة دي ويعرف والدته راحت فين. تاني يوم التلات 12 أكتوبر 2021 على حوالي الساعة 8 الصبح، سيد اتصل بعماد ابن صاحب الورشة، فعماد قال له إحنا جايين نفتح الورشة أهو. لما أصحاب الورشة جم وبدأوا إنهم يراجعوا الكاميرات مع سيد وولاد عمه، سيد وقتها لقى جارتهم كانت قاعدة على الرصيف في الشارع مستنية والدته، وأول ما شافتها شاورت لها بإيديها علشان تيجي عندها، وسبقتها هي ودخلت على البيت، ووالدته دخلت البيت وراها. ووقت دخولها البيت كان حوالي الساعة 11:05 الظهر. فقال إن كده والدته عند جارتهم دي، وبسبب قلقه على والدته ما كملش باقي الفيديو، واتصل على جمعة ابن عمه وقال له أنا والدتي دخلت البيت ده، وده بيت ناس أنت عارفهم، فاتصل بيهم علشان نعرف أمي لسه جوه ولا مشيت. ابن عمه اتصل على حد هو عارفه واللي كان قرايب الناس دي، وقال له تعالى الحاجة دخلت بيت قرايبك وتعالى نشوف الموضوع ده. بس هو مرضاش إن يجي ولا حد من إخواته رضى يجي. لما سيد خرج كان ساب ولاد عمه هما اللي كانوا بيكملوا الفيديو. بعدها لقى واحد من ولاد عمه دول طلع وقال له ده بعد ما والدتك دخلت بساعة بالظبط على الساعة 12 الظهر اتفاجئنا إن بنت جارتكم اللي في البيت ده واسمها دنيا راحت جابت توك توك وحطت فيه شوال، والشوال ده كان شكله تقيل. فسيد قال له يبقى كده ما ينفعش، أنا هبلغ الشرطة وهي تتصرف. وقال لولاد عمه خليكم انتم جنب تسجيلات الكاميرا لحد ما ارجع. وطلع فعلا على مركز شرطة طمية، والشرطة طلعت معاه ووراهم الفيديو. ضابط قال لسيد انت رحت سألت الناس دي؟ فرد سيد قال له انا هروح اسأل بصفتي ايه؟ ما انا ممكن اروح اسأل ويقولوا لي لا والدتك ما دخلتش هنا، ويبقى انا كده ماليش عندهم اي حاجة، وممكن كمان يحصل مشاكل. فالضابط قال له طيب تعالى معايا هنروح البيت ده وادخل معايا بس ما تتكلمش. وفعلا سيد دخل مع الضابط بكل هدوء، واول ما دخل هو والضابط كريمة اللي هي صاحبة البيت وعندها 55 سنة،
وفي مصادر تانية بتقول إن عندها 61 سنة. قالت لسيد: إيه يا أبو محمد، في إيه؟ فرد سيد وقال لها: أنا مش عارف، أنا زيك، الباشا قال لي تعالى ادخل معايا فدخلت معاه عادي. فردت كريمة ووجهت كلامها برضو لسيد وقالت له: بص يا أبو محمد. قال لها: أيوة. قالت له: أمك دي عمرها ما دخلت بيتي. فراح سيد بص للضابط وقال له: يا باشا سمع الكلام ده؟ لكن الضابط كان واخد جزء من دخول الحاجة خضرة عندهم من الفيديو ومصوره بتليفونه، فوراه لها وقال لها: أمال ده إيه؟ مش أنتي أهو اللي أنتي شاورت لها ودخلتيها؟ فردت كريمة دي وقالت له: ده أنا قلت لها تعالي عايزة كيلو جبنة منك، وقعدت ورا الباب هنا و5 دقايق ومشيت. فسيد قال لها: طيب وهي داخلة الكاميرا صورتها، وهي طالعة طبعا الكاميرا لازم تصورها، بس أمي ما خرجتش من عندك. فكريمة فضلت تقول له: والله أمك مش عندي. فالضابط هنا قال لها: طيب خلاص. وخدوهم وطلعوا على القسم وبدأوا يحققوا معاهم. ولاد عم سيد كانوا مقسمين نفسهم مجموعات، جزء كان بيدور في المستشفيات، وجزء كان بيدور في المقابر، وجزء كان بيدور في البطس، وده مصرف أو مجرى مائي كبير في الفيوم، وجزء كان بيدور في صناديق القمامة. ومع بحثهم ده في الآخر على الساعة 2:30 أو 3 بعد الظهر لقوا شوال في صندوق زبالة في المحلج، ودي قطعة أرض مهجورة حوالي 10 فدادين، والشوال ده كان شبه الشوال اللي هم شافوه في تسجيلات الكاميرات، واللي لقوا بنت صاحبة البيت اللي دخلت فيه الحاجة خضرة مخرجاه منه. ولما فتحوا الشوال ده اتصدموا لأنهم لقوا رجلين كلها عريانة وخارجة من الشوال. وقتها استنتجوا إنها الحاجة خضرة، فاتصلوا بسيد وهو كان في مركز الشرطة وقتها. وهنا سيد خبط على رئيس المباحث قال له: يا باشا أمي لقوها في صندوق القمامة. فضابط المباحث قال له: خليك قوي وخليك زي ما انت قوي وربنا يثبتك على اللي انت فيه. فسيد انهار وفضل يعيط. وهنا ضابط المباحث حضنه وقال له: يا سيد انت راجل طيب وكويس وخليك زي ما انت. وأخدوا معاه في العربية وراحوا عند صندوق القمامة. وهنا لقوا المنطقة كلها مليانة بالناس بتتفرج على والدته في صندوق القمامة ده. فلما سيد شاف المنظر مسك نفسه وقال لرئيس المباحث: يا باشا عايزين ننقل أمي من هنا، لأن المنطقة لما البلد كلها وعايزين نمشي من هنا. فرد ضابط المباحث وقال له: والله إحنا بنتصل على الإسعاف والنيابة، والمنظر فعلا تعبنا إحنا كمان، فاستحمل بس لحد ما رئيس النيابة يجي ويعاين. وفعلا جت النيابة وعاينت الجثة وشالها هو وإخواته ودخلوها في عربية الإسعاف وطلعوا على مشرحة طمية. لما وصلوا المشرحة سيد قال لهم: برضو أنا عايز أطمن أمي هي اللي في الشوال ولا لأ، لأن وهي في صندوق القمامة أنا ما شفتش غير رجليها بس، وأنا ما كنتش عايز أكشفها على الملأ وهي بالمنظر ده. فجابوا له مشرط من المستشفى علشان يفتح الشوال ويشوف والدته. وعلى حسب كلام سيد إن المجرمين كانوا رابطينها بخمار اللي هو الحجاب ده، ومدخلينها في الشوال بدماغها، ورجليها كانت لفوق ومحطوط عليها قشر موز وقشر بطاطس وقمامة تانية وربطنها. ولقى جسمها كله ووشها مسلوخ والأنف مكسور ومخبوطة في دماغها مفتوحة يعني، ومعرفهاش غير من شعر راسها وتسريحة شعرها. فورى وشها لرئيس المباحث وقال له: يا باشا ينفع ده؟ فرد رئيس المباحث وقال له: اطلع بره يا عم سيد، معلش بعد إذنك. وفعلا سيد طلع بره وعملوا محضر وقالوا له: انت هتطلع على النيابة وتكمل المحضر بتاعك. سيد قال في المصادر كمان إن ودن والدته كانت مقطوعة، وإن الحلق الذهب كان مشدود من ودنها، وإنه ما اتخلعش عادي برغم إنها كانت ميتة. المهم جابوا جيرانهم دول اللي هم كريمة وبنتها دنيا 15 سنة. في مصادر بقى بتقول إن دنيا مش 15، عمرها 17، وكانوا بيكملوا تحقيق معاهم لأن لحد ما لقوا الجثة ما كانوش معترفين، بس بعد كده اعترفوا إن هم اللي عملوا كده، وتم ضبط جميع أفراد الأسرة للتحقيق معاهم. وبسؤال المتهمين كريمة وبنتها دنيا أقروا بأنهم استدرجوا المجني عليها لبيتهم، وده عشان يسرقوا حلقها الذهب واللي كان بيوزن حوالي من 17 ل 18 جرام. ومن اعترافات كريمة قالت إن الحاجة خضرة دخلت معاها بحسن نية، ووقتها كريمة قالت لها: أنا هاخد الحلق منك. فردت الحاجة خضرة وقالت لها: يا بنتي خدي الحلق مني وسيبيني. فكريمة قالت لها: لا طبعا أنا مش هينفع أسيبك علشان عيالك. فردت الحاجة خضرة وقالت لها: يا بنتي والله ما هقول لعيالي، سيبيني بس في حالي وخدي الحلق، وأنا هروح على البيت وهقول إن في ناس شمموني مخدر وأخدوا الحلق وسابوني.
فكريمة قالت لها وأنا أضمن منين؟ فردت الحاجة خضرة وقالت لها يا بنتي والله ما هقول. وهنا جت بنتها دنيا جابت فوطة وراحت كاتمة نفس الحاجة خضرة وأخدوا الحلق وحطوها في الشوال. في مصادر تانية بقى اختلفت في طريقة موتها وقالت إنها ادتها كوباية شاي فيها مخدر، ولما بدأت تدوخ خنقتها لحد ما ماتت. وبعد اعترافاتهم وتمثيلهم للجريمة النيابة ادتهم 4 أيام وتجدد لهم 15 يوم على ذمة القضية تمهيداً لإحالتهم لمحكمة الجنايات. ومن اعترافاتهم كمان قالت إنها أول ما تخلصوا من الجثة راحت باعت الحلق، واعترفوا إن الصايغ محمد كمان شريك معاهم في الجريمة، يعني هما ال3 يعني اتفقوا مع بعض وإنه كان عارف إن الحلق ده مسروق. وفعلا تم ضبط الصايغ ده وبدأوا التحقيق معاه. وعلى حسب كلام سيد إن تقريبا والله أعلم دي 7 مرة كريمة تودي للصايغ ده دهب وهو عارف إن الدهب ده مسروق، وإنه أول ما أخدوا سيحوا، وإنه على طول بيساعدهم على جرايمهم. كمان جابوا صاحب التوك توك وأدلى بشهادته في المركز وقال إن هي دي اللي حطت الشوال في التوك توك هي وبنتها، وقال إنها قالت له ده فيه خروف ميت. بعد اعترافاتهم رئيس المباحث قال لسيد هم اعترفوا خلاص فما تعملش انت أي حاجة غلط ممكن تدينك. فرد سيد وقال له يا باشا أنا مفوض أمري لربنا ثم ليكم. اللي حصل إن كريمة حالتهم المادية كانت مش كويسة، وعلى حسب كلام بعض المصادر إنهم كانوا بيمروا بأزمة مالية، لكنها كانت بتخطط لده من فترة واتفقت مع بنتها وكانوا مستنيين الوقت المناسب. وعلى حسب كلام سيد قال إنها كانت مراقباها بقالها 3 أو 4 أيام، وإن في ناس من الجيران شافوا دنيا قبل كده وهي ماسكة الحلق في ودن خضرة وبتقول لها هو الحلق ده يا خالتي خضرة دهب؟ فردت قالت لها أيوة يا بنتي. فقالت لها كام جرام؟ قالت لها 18 جرام، وما كانتش مدية أي غدر. وعلى حسب كلام بنتها أم يوسف قالت إن لما كريمة كانت قاعدة مستنياها في الشارع كانت بتحاول تبعد الناس عن المكان علشان محدش يشوفها لما تيجي وتدخلها عندها. ده حتى كان في واحدة جنبهم فاتحة بقالة قالت لها روحي السوق وأنا هقعد بولادك. وقالت كمان إن لما حطوا والدتها في الشوال وركبوا التوك توك كانوا حاطين رجليهم فوقيها وراحوا بالتوك توك اتفرجوا على عبايات عشان فرح بنتها دنيا كان بعد 15 يوم، وواحدة فيهم نزلت تشوف العبايات والتانية فضلت في التوك توك وحجزوا العبايات اللي هم هياخدوها. وبعد كده مشوا بالتوك توك راحوا رموها في صندوق القمامة. وبعدها كريمة راحت السوق باعت الحلق للصايغ في سنورس، وبعدها وهي راجعة راحت عند بيت خضرة ولقت حفيدها عبد الله ابن سيد الصغير، فنادت عليه قال لها نعم. قالت له فين ستك؟ قال لها ستي عند عمتي. قالت له هي ما جاتش؟ قال لها لا. وطبعا ده كان علشان تطمن وتشوف هم عرفوا إنها مفقودة ولا لأ. وبعدها كريمة راحت تجيب فلوس الحلق، وواحدة قالت إنها أخدت مني 5 كيلو سمك وراحت جابت لحمة، وهي أصلا كان معروف عنهم إن حالتهم المادية مش كويسة زي ما قلنا، لدرجة إن في واحدة جارتهم قالت إنها كانت بتيجي تاخد منهم العيش أو الخبز. كمان بنت خضرة قالت إن كريمة دي جارة والدتها بقالها أكتر من 30 سنة، وقالت أمي دايما كانت بتدي لله، وأول واحدة كانت بتديها لله هي كريمة اللي قتلتها، وكانت بتيجي عند أمي وتديها زبدة وجبنة وما بتاخدش منها فلوس. ومن ضمن كلام ابن خضرة قال إن دي مش أول مرة، وإنهم قتلوا واحدة مسيحية قصاد بيتهم بالظبط، وإن دي مش أول واقعة، وكل المنطقة شاهدة إن كريمة هي اللي قتلت الست المسيحية دي. وقال كمان إن قريبهم ابن عم زوج كريمة ميت مقتول برضه ومرمي في القمامة زي والدته بالظبط. وبعد الواقعة دي الجيران بقوا متأكدين إن هم اللي ورا كل الحالات دي اللي هي حالات السرقة والاختفاء. لكن المفاجأة إن في مصدر أمني بمديرية أمن الفيوم قال في تصريحات ليه إن الأجهزة الأمنية والنيابة العامة اتفاجئوا خلال معاينة مسرح الجريمة واصطحاب المتهمين لبيتهم لتمثيل الجريمة وتصويرها إن في ريحة وحشة جدا وكأنها ريحة جثث متحللة، واللي خلى الشرطة تشك إن الحاجة خضرة ما كانتش أول ضحية لكريمة وبنتها. وتمت الاستعانة بالكلاب البوليسية لتفتيش البيت كله والتأكد من إذا كان في جثث تانية مدفونة في البيت ولا لأ. لكن من خلال اعترافاتهم وفي التحقيقات ما تذكرش أي حاجة عن وجود ضحايا تانيين ليهم. وعلى كلام سيد ابن الضحية إن قبل الحادثة بأسبوع هو كان بيقول لوالدته يا أمي ما تقلعي الحلق ده علشان إحنا في يومين ما يعلم بيهم إلا ربنا. فقالت له أنا مخلية الحلق ده يا ابني في ودني لكفني عشان لما أموت حتى لو أنت معكش فلوس عشان أنت حملك تقيل والله يعينك على اللي أنت فيه، فأنا مخلياه لكفني عشان لما أموت أنت ما تشيلش همي.
بالنسبة بقى للطب الشرعي، في مصادر قالت إنه تبين وجود مخدر في الجسم، بس ما كانش هو ده سبب الموت، وإنها ماتت عن طريق الخنق، وتم تسليم الجثمان للأهل. تم عقد جلسة صلح بين عائلة المجني عليها وعائلة المتهمين، ويوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 تم الانتهاء منها، وكان في حضور عدد كبير من أهالي المركز وقيادات أمنية، وتم تقديم الكفن من عائلة المتهمين لعائلة المجني عليها، وده منعا لحدوث أي خصومة ثأرية بينهم، ومنعا للاشتباكات بين شباب العيلتين، وإنهم هينتظروا القصاص العادل منهم بصورة قانونية حقنا للدماء. ويوم السبت 21 مايو 2022 تم الحكم على كريمة بالإعدام، وتحديد جلسة 18 يوليو 2022 لبنتها والصايغ. ويوم الاثنين 18 يوليو 2022 تم الحكم على بنتها دنيا بالسجن 15 سنة، وعلى الصايغ بالسجن 2 سنين بتهمة شراء مسروقات ذهبية. بعد نطق الحكم أهل الضحية كانوا فرحانين جدا إن ربنا جاب لها حقها، لكن كانوا بيتمنوا إن بنتها كمان تاخد إعدام عشان ما تخرجش تكمل اللي والدتها كانت بتعمله.